قلنا هنرجع نشوف إزاي الطاقة بتتحول لحركة جوه العربية. بس عشان نفهم ده صح لازم نرجع خطوة لورا، مش لورا في التصنيع، لورا في الزمن. بعد ما اتغيرت طريقة تصنيع السيارة، ما بقاش التحدي إنك تصنع عربية واحدة كويسة، بقى التحدي إنك تصنع آلاف السيارات بنفس التصميم وبنفس الخطوات وبجودة أكثر ثباتا من المرة اللي فاتت. وده غير شكل الصناعة بالكامل، لأن السيارة بدأت تنتقل من منتج نادر لوسيلة نقل ممكن عدد أكبر بكتير من الناس يمتلكها. لكن هنا حصل شيء غريب، كل ما السيارة انتشرت أكتر الناس طلبوا منها أكتر، عايزينها أسرع وأريح وأكثر أماناً وأقل استهلاكاً للوقود. يعني التصنيع الجماهيري ما كانش نهاية قصة السيارة، كان بداية سباق جديد، سباق إن كل جيل من السيارات يكون أفضل من اللي قبله. وعشان تعمل عربية أفضل مش هيكفي تحسن التصنيع، لازم تحسن الآلة نفسها. في البداية كان المحرك هو قلب الفكرة كلها، هو اللي بيولد القوة. لكن مع تطور السيارة بدأنا نكتشف إن القوة لوحدها مش كفاية. إيه فايدة محرك أقوى لو العربية مش بتعرف توقف بسرعة كفاية؟ إيه فايدة سرعة أعلى لو مش بتعرف تلف من غير ما تنقلب؟ وإيه فايدة القوة كلها لو العربية نفسها مش ثابتة على الطريق؟ فبدأت أنظمة تانية تتطور بالتوازي. الفرامل بقت أقوى، التوجيه بقى أدق، التعليق بقى أكثر تعقيداً، ونقل الحركة بقى بيحسب أكتر من مجرد نقل الدوران. وهنا ظهر قانون هيفضل يحكم قصة السيارة لأكتر من قرن: كل ما تحل مشكلة بتفتح باب لمشكلة جديدة. محرك أقوى محتاج فرامل أفضل، سرعة أعلى محتاج ثبات أفضل، وزن أكبر محتاج هيكل وتعليق يتحملوه. وبالتدريج العربية بدأت تتحول من مجموعة أجزاء ميكانيكية منفصلة لمنظومة هندسية واحدة متكاملة. لكن كان لسه فيه لاعب جديد على وشك إنه يدخل الملعب وهيغير شكل المنظومة دي بالكامل: الكهرباء. في الأول الكهرباء دخلت السيارة بشكل بسيط جدا: إشعال، إضاءة، وبدء تشغيل المحرك. لكن الفكرة كانت أكبر بكتير من مجرد إضافة أسلاك ومصابيح. لأول مرة العربية بدأت تمتلك نظاماً كهربائياً خاصاً بيها. بدل ما كل حاجة تعتمد على حركة ميكانيكية مباشرة، ظهر جوه السيارة عالم جديد كامل من الدوائر والإشارات والتحكم. في البداية كان دور الكهرباء محدود، لكن مع كل جيل جديد كانت بتدخل في أجزاء أكتر وأكتر، لحد ما حصل تحول أكبر. الكهرباء ما بقتش مجرد مساعدة للميكانيكا، بدأت تتحول لوسيلة تتحكم في الميكانيكا نفسها. ومع تطور التكنولوجيا ظهرت الإلكترونيات، وبعدها الحساسات، وبعدها وحدات التحكم. وفجأة السيارة بدأت تعمل حاجة جديدة تماماً، بدأت تعرف إيه اللي بيحصل حواليها. الحساس يقيس، وحدة التحكم تستقبل، والنظام يستجيب. المحرك بقى تحت مراقبة مستمرة، وناقل الحركة بقى ممكن التحكم فيه إلكترونياً. وأنظمة الفرامل والثبات بقت بتعتمد على قرارات إلكترونية أكثر من أي وقت فات. وهنا حصل تحول تاريخي. العربية اللي بدأت كمجموعة تروس ومكابس وأجزاء ميكانيكية بحتة دخل فيها عنصر جديد كلياً: البرمجيات. ودلوقتي العربية الحديثة ممكن تحتوي على عشرات وحدات التحكم الإلكترونية وحساسات منتشرة في كل حتة فيها، وما فيش وحدة منهم شغالة لوحدها. البيانات بتتنقل بينهم كلهم في نفس اللحظة. يعني لما تدوس دلوقتي على دواسة البنزين، الموضوع مش قرار ميكانيكي مباشر زي عربية قديمة. الإشارة بتدخل لمنظومة إلكترونية كاملة، وفي أجزاء من الثانية المحرك وناقل الحركة وأنظمة الثبات كلهم ممكن يتفاعلوا مع نفس الأمر الواحد ده. وهنا حصل التحول الأكبر في قصة السيارة كلها. العربية لم تعد آلة تنفذ حركة بس، أصبحت منظومة تجمع معلومات تعالجها وبعدين تتصرف بناء عليها،
من غير ما نحس. السيارة تحولت من آلة ميكانيكية لكمبيوتر على عجلات. وهنا ممكن نفتكر إن القصة وصلت لنهايتها، لكن لا. لكن بعد أكثر من قرن ظهر سؤال جديد كلياً: هل لازم مصدر الحركة نفسه يفضل زي ما هو؟ بدل الاحتراق الداخلي، بدأنا نشوف المحركات الكهربائية. البطارية تخزن الطاقة، إلكترونيات القدرة تتحكم فيها، والمحرك الكهربائي يحولها مباشرة لدوران، من غير محرك احتراق، ومن غير مكابس، ومن غير نظام عادم بالشكل التقليدي. لكن هل ده معناه إن مشاكل الهندسة اختفت؟ بالعكس تماماً. إحنا بس نقلنا المعركة لمكان جديد: البطارية، والمدى، والشحن، والوزن، وإدارة الحرارة. يعني حتى لما غيرنا طريقة إنتاج الحركة نفسها، المشكلة الهندسية ما اختفتش، هي بس اتغيرت شكلها. ولو رجعنا خطوة لورا، هنكتشف حاجة مهمة جدا: العربية ما اتخترعتش في لحظة واحدة. مفيش مهندس صحي الصبح وصنع السيارة اللي احنا عارفينها النهاردة. القصة كلها كانت سلسلة أسئلة، كل واحد فيها بيولد اللي بعده. إزاي نخلي مركبة تتحرك من غير حصان؟ وبعدها، إزاي نخلي مصدر القوة ده عملي فعلاً؟ وبعدها، إزاي نبني مركبة كاملة حواليه؟ وبعدها، إزاي نخليها تعتمد على نفسها برا الورشة؟ وبعدها، إزاي نوصل القوة دي للعجلات بشكل مضبوط؟ وبعدها، إزاي نصنع منها آلاف ثم ملايين النسخ؟ وبعدها، إزاي نخليها أكثر أماناً وأكثر كفاءة وأكثر راحة وأكثر ذكاءً؟ وفي كل مرة كنا بنحل سؤال، فتظهر مشكلة جديدة مكانه. وده بالضبط اللي بيحكي قصة السيارة كلها. إنها ما كانتش رحلة اختراع واحد، كانت سلسلة لا تنتهي من حل المشاكل. وعشان كده لما تبص للعربية اللي قدامك، ما تبصش لها كجسم على 4 عجلات، لأن اللي انت شايفه هو نتيجة أكثر من قرن من الهندسة: محرك، ناقل حركة، فرامل، توجيه، تعليق، كهرباء، إلكترونيات، حساسات، وبرمجيات. وكل نظام من دول وراه آلاف القرارات والمحاولات والأخطاء والحلول. العربية بدأت بفكرة بسيطة جدا: مركبة تتحرك بنفسها. لكن كل ما حاولنا نخليها أفضل، أضفنا نظاما جديدا، وكل نظام جديد احتاج نظاما آخر يتعامل معاه، لحد ما وصلنا للسيارة الحديثة: منظومة ضخمة، كل جزء فيها لازم يشتغل مع الجزء الثاني بالضبط في اللحظة الصح. وعشان كده، اختراع العربية ما كانش اختراع محرك، ولا اختراع عجلة، ولا حتى اختراع سيارة. كان اختراع طريقة نخلي كل الأنظمة دي تشتغل مع بعض، من بخار لاحتراق لميكانيكا لكهرباء لإلكترونيات لبرمجيات. والنهاردة حتى مصدر الحركة نفسه بيتغير من جديد. لكن السؤال الأساسي لسه هو نفسه: إزاي نخلي الآلة تعمل أفضل؟ وكل مرة بنجاوب عليه، بيظهر سؤال جديد. وده بالضبط هو السبب إن قصة العربية لسه ما خلصتش. بس القصة اللي احنا بنحكيها دلوقتي مش قصة أوروبية وأمريكية بس، لأن في نفس الوقت اللي كانت فيه السيارة بتاخد شكلها الأول وتبدأ تغير العالم، كانت في طريقها كمان لمكان تاني تماماً: مصر. في القاهرة وقتها، الشوارع كانت بتعتمد بشكل كامل على الخيل والعربات والدواب. مفيش صوت غير صوت الحوافر. وفجأة ظهرت مركبة بتتحرك من غير حصان. بينسب لسنة 1890 بداية دخول أول سيارة لمصر، سيارة فرنسية من نوع ديديون بوتون. ارتبط دخولها بالأمير عزيز حسن حفيد الخديوي إسماعيل، وكانت بتشتغل بالبخار. تخيل المشهد: شارع متعود على صوت الخيل بس، وفجأة مركبة بتتحرك من غير حصان. مفيش حصان، لكنها بتتحرك. ودي كانت لحظة بدأت فيها السيارة تدخل فصل جديد من رحلتها،
رحلتها على أرض مصر. ومن هنا قصة السيارة ما بقتش مجرد قصة اختراع أوروبي، بقت جزء من قصة العالم كله، ومن ضمنه مصر. السيارة لم تبدأ كآلة معقدة، إحنا اللي فضلنا نحل مشاكلها لحد ما بقت كذلك. ولو وصلت لحد هنا ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة وشير الفيديو مع أصحابك.